تجسيدا لمخطط عمل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما المتاجرة بالأقراص المهلوسة والمخدرات، سطرت المجموعة نهاية هذا الأسبوع مداهمة واسعة النطاق شملت جميع إقليم اختصاص المجموعة، أين أسفرت نتائج في معالجة قضيتين متفرقتين والإطاحة بشبكتين إجراميتين متكونتان من 5 أشخاص وتحجيز 379 قرص مهلوس و134 جرام من الكيف المعالج ببلديتي وادغير والفناية الماتن ولاية بجاية. تعود وقائع القضية الأولى استغلالا لمعلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالفناية الماتن، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بعملية ترويج المؤثرات العقلية بمنطقة بور14 بلدية فناية الماتن. بعد مداهمة المكان تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 28 سنة تنحدر من ولاية بجاية. بعد تفتيش محيط المكان تم العثور على حقيبة ظهر بها 150 قرص مهلوس بالإضافة إلى 9 قارورات من المشروبات الكحولية. على إثرها تم توقيف المشتبه فيهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لإتمام الإجراءات. تعود حيثيات القضية الثانية استغلالا للمعلومات الواردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادغير، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بعملية ترويج المؤثرات العقلية وكيف معالج بقرية العزيب بلدية وادغير. بعد مداهمة المكان تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و 30 سنة. بعد تفتيشهما تم العثور على 143 جرام من الكيف المعالج و229 قرص مهلوس 300 ملغ وكيتيل 6 ملغ و3 شفرات قاطع كيتور دراجة نارية نوع سيم، مبلغ مالي قدره 89 ألف دينار جزائري من عائدات البيع. على إثرها تم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لإتمام الإجراءات. تم إنجاز ملف القضية وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.